يستطيعون قتل حتى جاهل بعد نوع كبير. كم عمرك؟ أنا لا أعرف، فقط أنا لا أعرف، أحيانا أنسى عمري. هل أنت تحب الجيش العراقي؟ أحبه طبعا. لماذا؟ السبب لأنهم زوروا عنا داعش، لأنهم قتلوا داعش وأنقذوا المنطقة. احكي عمو، احكي شو تريد تحكي؟ احكي. حسنا، داعش مجرمون يقتلون الناس، يستطيعون قتل الصغار ولا يهتمون. الناس الذي عندما كان داعش موجودين سببوا للناس مشاكل، لن يعطونا إلا موارد إلا طعاما فاسدا ولن نستطيع تحمل داعش. إنهم سيئون ومجرمون، لا يهتمون للناس، يكرهون الناس، وهم حتى لا يبالون لمعاناتهم. والجيش يهتمون وهم أبطال، أنقذونا من داعش المجرمين الذي أنت تحب الجيش؟ لأجل لأنهم أبعدوا عنا داعش ولأنهم أبطال، ولهذا الناس تحبهم. ولهذا داعش لا يستحق مصيرهم أن يقتلوا وأن لا نراهم مجددا، ولا يستحقون أن يعيشوا، يستحق أن يموتوا، وأن يستحق الجيش أن يعيش وأن يستحق ما يساوي من أشياء على انتصاره، ولأنه سوف يعاقبون داعش ويقتلونهم، لأن الجيش أذكى وأقوى من داعش، لأن الجيش لهم خطط. شو اسمك انت عمو؟ عاصم محمد حسين. أنا الولد الصغير الذي يتكلم فصحى عندما خلقت. يعني انت من جيت للدنيا بتحكي هيك؟ أجل، هذه لغتي الوحيدة التي أتكلمها، ولا أحد يتحمل داعش. مجرمون. لماذا مجرمون؟ إنهم سيئون، يقتلون الناس، يأخذون منهم منازلهم ولا يهتمون للناس. ماذا عملوا؟ إنهم يقتلون. قتلوا شخصا بالسوق عندما أخفوا وجهه ووضعوه على البكم وقيدوه هكذا وغلفوا وأخفوا وجهه كي لا يعرفه أحد. إذا كان أحد يعرفه فأخفوا وجهه كي لا يروه الناس. لماذا قتلوه؟ ماذا فعل؟ السبب لأنه حج عليهم فما قتلوه، لأنه لن يتحملهم فما قتلوه لأنه حج عليهم. انت ابوك يحكي هيك نفس الحكي؟ لا، أنا الوحيد في العائلة أحكيها. أنا الذي يحكيها في هذه العائلة، فقط أنا الوحيد. بالمدرسة؟ أنا أتكلمها، لكن هذه اللغة إنها لغة مختلفة عن العراقية. شو يسموها اللغة؟ الفصحى، وهي لغة القرآن. والله سمع الله.